بدأت. تمام. طريقة شطف ال 45 اللي هي بكل سهولة لو ما عندكش الجهاز اللي هو اللي على 45 بالصاروخ الصغير اللي فيه خرطوم ميه، بطريقه بسيطه بتجيب القفاشات، انا مسميها قفاشات في اي حته بقى اسمها ايه ما اعرفش، عشان تطلع بالمنظر ده. المنظر ده شايف المنظر؟ ازاي بقى يا سيدي؟ تيجي جايب حته اي لون، تيجي ماسكها، البعد ده انت بتحدده بقيمه الحته اللي هتتشطف. طيب انا عايزها تشطف 45 من غير ما تشرجل. انا الكلام ده بقوله لمين؟ الناس اللي بتعرف تمسك صاروخ. الناس اللي بتعرف تمسك صاروخ بس. تمام؟ لما اتحطت كده ادتني ال 45 بتاعتي بعناية كده، واجي نازل بالصاروخ طبعا بايدي. هنا انا مثبت دي هنا بدي بالكليبسات، طبعا متصور ده صح؟ ده جاي معاك في التصوير؟ كل حاجه. وهنا دول ساندين عليها، مش هتروح في حته اهو، بتك عليها ما بتروحش يعني. يبقى انا كده لما اتك بالصاروخ من هنا كده هتقطع معايا 45 10 على 10. حاجه كمان، وانت شغال بالالمازه لازم يكون حاميه، لازم تكون جديده لسه انت جايبها. ما تحتاجش تشطف 45 وسط جالاكسي، بلاش يعني، بلاش تبخل يعني. واحده واحده نجرب، واحده واحده، وما يهمش الصوت بقى، كده كده ايه، الصوت هيروح مع صوت الصاروخ، لان انا مش همنتج بقى، انا كده بقى من غير منتيج. معايا سلوم؟ السلوم ولا قص؟ هنا اسمع،
لسه ما نضفتهاش. ركز بقى معايا على الحته دي، شايفها؟ شايف عامل ازاي؟ في شردمه، خد بالك؟ الشردمه اللي هي ايه؟ مطرح ما الصاروخ طلع منك على الوش، مفيش حاجه طلعت مننا على الوش. لسه ما خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. تيجي نقيمها بالطريقه اللي انا شايفها دي، وانا بعملها دي تقريبا دي بتشتي. بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى كده. انت اللي قافل الباب؟ طيب. تعالى بقى. انا اصلا عملتها وانت قطعت بس عشان الدنيا نقطت شويه فانت طفيت. زعلتني ان انت طفيت. يلا قرب. تعالى هات ده بقى الحته اللي احنا عملناها دي، الشغل اللي احنا عملناه ده اهو. شايف؟ شايف؟ كل ده على الواقف بيان عملي. هات ده كده يا اسلام. شايف عامل ازاي؟ شايف؟ مفيش شردامه ولا في الحته ولا في الشريط، من غير مونتاج. ولا انت مش بتصور؟ بصور بس والله بتصور عشان يفيد الناس بس يا حبيبي. خدت بالك؟ الشاشة جه عليها تراب فأنا مش شايفها. مفيش مشكله يا سيدي، التراب اللي جه على الشاشه، بس انت دلوقتي شايف. طب احنا بنعمل كده ليه؟ مش هناخد حاجه معانا. قرب بقى كده وزوم لي على البسطوم اللي انا عامله ده. ده اسمه بسطوم. الحرف ده احنا مسمينه بتوع الرخام، يبقى فيه هبل كده في الكلام يقول لك الحرف الرخام اسمه بسطوم. يا سيدي اي اسم، المهم انه ايه؟ يطلع حلو. واخد بالك؟ وصلت كده الفكره يا جماعه. 45 مش بعبع، تتعمل على طول عادي يعني، بس عشان الصناعيه تبقى ايه؟ حتى اللي خايف يعملها ولا اللي مش بيجي على باله يعملها، ادينا وريتها لك بابسط الاشياء اهي. بص من هنا، فين الشردمه؟ فين؟ دور على الشردمه، في الشردمه اهو. وبعد ما اخلص ان شاء الله برضه هنصور ونوريكم الحاجه بعد ما تتشطب تشطيب نهائي. انت بتوعكم ما بتصورش يا ابني.